متابعينا الكرام، أهلا بكم في هذا الخبر العاجل. شهد إقليم زاغورا مساء أمس الجمعة حادثا مفجعا أسفر عن مصرع دركي شاب كان بصدد القيام بواجبه المهني المتمثل في إغاثة المواطنين المحاصرين بفعل سوء الأحوال الجوية التي شهدتها منطقة زاغورا. والمعطيات الأولية تشير أن الراحل كان رفقة 3 عناصر أخرى في مهمة إنقاذ عائلة من الرحل بمنطقة آسا الكائنة بجماعة النقوب بعد تلقيهم نداء استغاثة يفيد محاصرتها بفعل الثلوج، قبل أن تجرف السيارة الدركي سيول واد أمراز، وهو ما أدى إلى وفاة الشاب المذكور وإصابة 3 من زملائه بجروح، حيث لم تنجح التدخلات التي تم القيام بها في انتشاله حيا. هذا وقد جرى نقل المصابين بشكل عاجل إلى المستشفى الإقليمي بزاغورا لتلقي العلاجات الضرورية. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.